أنا مش فاهم ليه توقيت الخبر ده، يعني أنا مش فاهمه، يعني مع احترامي لكابتن محمود الخطيب وآرائه، وطبعًا الراجل ده يعني يوزن بلاد في الكورة، وعينه وآراءه في الكورة تحت يعني ده راجل عالمي في الملعب وفي الإدارة وكل حاجة، بس مش ده اللي اتقال يا كابتن محمود، إن أنت يعني أولًا أقرا لكم الخبر آجي كده بس بيقول لك كابتن الخطيب مشرفًا على كرة القدم والأمور العاجلة. طب أنا مش فاهم، يعني هو أولًا ليه الخبر يطلع دلوقتي؟ ثانيًا أنت على كلامك كنت بتقول كابتن سيد عبد الحفيظ هيبقى معاك وهيبقى النائب في الأمور دي، وهيبقى العين اللي هيبقى في الإدارة معاك في الحوارات دي، فأنا مش فاهم ليه لازمة الخبر في الوقت ده، وليه لازمة إن أنت تبقى يعني مُشرف والأمور العاجلة كلّها يعني عند حضرتك، يعني أنا مش فاهم المجلس الإدارة أكيد لازمًا يبقى ليه دور، وأكيد الآراء يعني المفروض الآراء يعني بتدّي عارف أنت حلول، إنما الحل اللي من دماغ دي أنا ما باحبهاش، وكان المفروض الخبر ده ما ينزلش أصلًا، وكان المفروض إن أنت تخلّي كابتن سيد على الأقل راجل كوّير وفاهم كورة، وشُفناه في التحليل عامل إزاي، وكلامه كل يعني معظم كلام كابتن سيد عبد الحفيظ الجمهور أصلًا بيقوله، فمعنى كده إن الراجل ده تالتة شمال، يعني جمهور تالتة شمال وعارف اللي الجماهير بتقوله وهو كمان مقتنع بيه، فيعني أنا كان نفسي كابتن سيد عبد الحفيظ طبعًا ما مش من أول الاجتماع خبر زي ده يطلع أصلًا، أنا ضد الخبر أصلًا، يعني إن شاء الله الأمور تتحسن، وعشان رايحين لبطولة السوبر بعد كام يوم. وبطولة مهمة الأهلي لازمًا ياخدها عشان يطلع من الكبوة اللي هو فيها بقى له موسم، فربنا يسهّل بإذن الله، وبالتوفيق يا رجالة وتفرحونا بإذن الله، ويبقى السوبر مصالحة لجماهير النادي الأهلي.